يلا بسرعة، مين اللي لسه ما عملش تنازل عن الوحدة السكنية بتاعته أو الأرض بتاعته الفاضية أو مكان إداري أو تجاري أو عمراني متكامل بجميع الأنشطة والمساحات؟ يا جماعة، احنا كان معانا فترة تنازل فتحت من يوم 21/9/2024 وتنتهي 20/3/2025 بنسبة خصم 50%. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا هنحكي لكم الموضوع من أوله عشان الناس لسه ما قدمتش التنازل، الناس اللي لسه تحت رحمة المالك، الناس اللي لحد دلوقتي مش عارفة تجيب المالك. طيب لما التنازل ده هيقفل ولا ايه اللي هيجرى؟ طب احنا دلوقتي لحد دلوقتي مش عارفين نجيب الملك بتاع قطعة الارض عشان يعمل لنا التنازل، وحرفيا لحد دلوقتي في ناس مش عارفة تجيب المالك صاحب قطعة الارض اللي باع قطعة الارض، مش راضي يجي يعمل التنازل للمشتري رغم ان هو حضرته باعها وكسب فيها، وايامها فلوسه كانت تجيب له كتير قوي وكانت فلوسه زيها زي دلوقتي. يعني هي نسبة وتناسب. نتمنى ان اي مالك لصاحب قطعة ارض في اي مدينه من المدن الجديده يراعي ربنا، ولما المشتري يتصل عليه يقول له تعالى اعمل لي التنازل، حتى لو هو باعها لمكتب او باعها لحد من فتره ولحد باعها، هو ملهوش ذنب، اللي اشترى دلوقتي ملهوش ذنب. فنتمنى ان انت تعمل له التنازل وبالتراضي، حتى لو هتاخد حاجه بسيطه بس يبقى بالتراضي ويبقى حاجه بسيطه، ما تضغطوش على الناس اكتر من كده. التنازل اصلا عاد بيكلف، التنازل عاد بيكلف عن الاول. عايزه اقول لكم على حاجه، احنا قعدنا من 21/9 مثلا ل29/12 التنازل شغال. المية مخلصتها بتبقى سهلة وبسيطة، والبنك من أول 1 المية وقفت ورجعت، قالت لأ هيبقى في عدادات إنشاء، العداد بتدخله في 5000 ونص، فالتكلفة دلوقتي زادت. طيب احنا آخر فرصة فين بقى؟ لأن كل يوم في قرار جديد، أنا عايزة أنهض نفسي بسرعة، عايزة أقدم التنازل بسرعة. التنازل كان بادئ يوم 21/9/2024 وهينتهي في 20/3/2025. هينتهي خالص وهيقفل خالص كده، ما عادش في تنازلات، الله أعلم. بس هو قالك التنازل اللي هو على 50%، اللي هم عاملين لك عرض بدل ما تدفع مثلا الأقساط، القطع الأراضي اللي كان عليها أقساط حاجة و60 دفع 13,000 جنيه. ليه؟ لأنه عامل 50%، عامل لك تخفيض 50%. فمن يوم 21/3 هيبقى في قوانين جديدة، لا يشيل التخفيض خالص، لا إما يلغي لا إما يلغي مثلا التنازل ويبدأ في إجراء جديد، أو يطلع أي بنود جديدة أو يطلع قرارات جديدة. محدش عارف الدنيا هتروح فين بعد 20/3. النهاردة احنا خلاص، احنا على آخر شهر 1، معاكوا شهر، يعني معاكوا بالظبط شهرين 2 بالظبط من النهاردة، معاكوا شهرين 2 بالظبط. في ناس هتقول ايه التنازل ده؟ التنازل دوت لأي أرض فاضية أو مبنية أو أماكن إدارية أو تجارية مختلف الأنشطة والمساحات في المدن الجديدة. التنازل ده بيسري على المدن الجديدة. ايه المدن الجديدة؟ زي العبور، شروق، بدر، العاشر، القاهرة الجديدة، تجمع، الأماكن الجديدة، العاصمة، 6 أكتوبر، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة. الطرق أو الطروحات العمرانية كانت بتنزل تبع الإسكان الاجتماعي، القطع الأراضي كانت بتنزل، الناس اللي كانت بتقدم عليها قال لك بدل ما تبقى تحت رحمة المالك فتح لك التنازلات. يعني ايه تنازلات؟ يعني تجيب حضرتك المالك وتطلع على الجهاز بالورق، تسلم محضر الاستلام في الجهاز، وبعد 2 ل3 بتبدأ تاخد محضر الاستلام، بيبقى باسمك من ورا، مش بتغير محضر الاستلام ولا اي حاجة، لا ده بيتكتب من ورا كده اسمك انت عليه، يبقى انت اللي عاد لك الأولوية وانت اللي عاد لك الحق في كل ما يخص قطعة الأرض. بكل ما يخص قطعة الأرض. في ناس كانوا قالوا لي كلمينا عن المية والأوراق المطلوبة. لو قطعة أرض فاضية حابب أعمل لها تنازل، بسلم محضر الاستلام بتاعي، لو في رخصة وجواب حفر بسلم صور منهم، مخالصة مية ومخالصة بنك. مخالصة المية دلوقتي لازم تروح المية وتبقى معاك حوالي 5000 ونص. مخالصة البنك أمرها سهل، بتدخلها باين في 300 أو 350 جنيه، 400 بالكتير. طيب كده انت بقى بتقدم الورق، بتجيب المالك. لو انت مش معاك توكيل، اي توكيل يا جماعه خارج العاشر من رمضان بياخدوه، بس اهم حاجه اعمله تحديث. اي توكيل خارج مدينه العاشر من رمضان بيمشي، بس اعمله تحديث. حتى في ناس كانت عامله توكيلات مثلا في ال20 وال25 خارجيه، كانش معترف بيها، وكان الشهر العقاري يقولك مش معترف بيها نهائي، لا قعدوا بيدخلوها الجهاز. بصراحه الجهاز يشكر، جهاز مدينه العاشر من رمضان يشكروا ليه بقى؟ لانه بيدخل اي توكيل طالما حدثته بيدخله لك وبيمشي لك بالاجراءات. ليه بقى؟ لان انت معاك ورقك كله كامل،
فانت مش هتبقى معاك الورق كله كامل واحنا نشك ان ما انت شاري كده، يبقى انت شاري والملك مديك كل الورق اهو. ده انت بتسلم اهم قطعه، اهم ورقه في الورق ده كله هي محضر الاستلام. فاي حد معاه توكيل خارج العشر من رمضان اعمل له تحديث في اي مكان انت عامله، وابدا سلم بيتك للجهاز او سلم قطعه الارض بتاعتك عشان تبقى باسمك، ما تبقاش تحت رحمه حد. طيب قطعه الارض بتعمل لها موقف تنفيذي وانت بتقدم الورق. طيب القطعه المبنيه بيبقى برضو بينزلك طبعا لجنه وبتعيين، بس ما بتقدم الورق بتقدم محضر استلام برضو توكيلك بياخدوه. طيب لو انا معايا ايه بقى تاني، اهم حاجه للمبني، مبني مشطب مش مشطب، عامل عواميد بدروم اي اساسات خفيفه، شهاده اشراف المهندس وعقد المقاوله لازم يكونوا في ورقك. وللاسف شهاده اشراف المهندس لازم يكون المهندس اللي عامل لك رخصه جواب الحفر تكون باسمه، اللي هو يكون مطلع لك شهاده الاشراف هو نفس المهندس اللي مطلع لك رخصه جواب الحفر. كده الدنيا وضحت معاكم، كده الدنيا تمام زي الفل معاكم اهوت، عشان الناس اللي عايزه تسال واللي عايزه تعرف الدنيا ماشيه ازاي. طيب اللي حابب يشتري قطعه ارض في العشر من رمضان، حابب تشتري بيت، حابب تشتري شقه، عندنا المكتب العقاري طبعا بسعر السوق عندي في كل الاحياء في مدينه العشر من رمضان. حابب تشتري اي او عندك قطعه ارض عايز تبيعها في الاحياء الشرقيه برضو ابعت لي. طيب عايز مكتب هندسي تطلع رخصه جواب حفر اشراف مباني مسك تشطيبات، عندنا المكتب الهندسي. طيب لو انت بتشطب عايز اي حاجه تخص الباب والشباك تخص الاخشاب برضو موجود عندنا مع التشطيبات. بالتوفيق للجميع، واتمنى اكون قدرت افيدكم. حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، اعملوا شير الفيديو عشان اكبر على استفاد زي ما حضراتكم استفدتم. هنا انا هسيبكم كده تتفرجوا، انا هنا الحي ال35 الفاصل ما بين ال34 و35 اتفرجوا كده عليه وشوفوا الدنيا واصله لفين وماشيه لفين. طبعا الحي ال35 هو الوحيد اللي فيه نسبه مباني قليله جدا، ال36 يعتبر ضعيف جدا. الاراضي دي او الاحياء دي للناس اللي عايزه تستثمر بعد 5-6 سنين تروح الاحياء دي، او بعد 4-5 سنين تبدا في الاحياء دي. الاسعار في من 950 قطعه 209، في قطع بتبدا من 950 209. انا هنا اهوت لو خدت بالكم انا هنا على الفاصل ما بين ال 35 وال 34. حطوا لايك بقى واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، اعملوا شير الفيديو، انهضوا بسرعه. اللي ما عدمش التنازل بتاعه يبدا يقدم في الجهاز على التنازل، ما عادش وقت كبير، فرصه حلوه قوي ان انت بتدفع 50، عاملين لك 50% بس يعني في التنازلات، عاملين لك يعني عرض ما يتعوضش. ليه بقى؟ بدل ما ادفع من قيمه الارض بدل ما ادفع لي 25,000 ولا حاجه، لا بدفع نص المبلغ، ده حاجه حلوه قوي. فالفتره اللي فاضله ما عادش فيه وقت كبير، اخر وقت معانا في اللي هو مسموح ليا فيه اللي هو خصم 50% يوم 20/3/2025. يعني معايا بالظبط شهرين 2 من دلوقتي، حابين تشتروا بقى في العاشر من رمضان، حابين تبيعوا في قطعه ارض، حابين تشتروا بيت، حابب تشتري ارض في اي حي من الاحياء الجديده، حابب تشتري شقه في الاهالي يوناني، عندنا المكتب العقاري. وحابب برضو مباني رخصه جواب حفر، اشراف هندسي على المباني، اشراف على عاوز تشطيبات، عندنا المكتب برضو الهندسي. بالتوفيق للجميع.